عباد الله، شرع الله للمسلمين في كل عام عيدين عظيمين يظهرون فيهما شعائر دينهم الحنيف، وأمرهم يوم الفطر أن يخرجوا زكاة أبدانهم ساعا من غالب قوت البلد، ويوم النحر أمرهم بالأضاحي وحثهم عليها، وجعلها في هذا اليوم أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم، فإن شأن الأضحية عند الله عظيم، لأن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده الوحيد إسماعيل الذي وهبه الله له على الكبر، فتعلق به قلبه، وجاء الامتحان حينما بلغ معه السعي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا صبر الوالد وصبر الولد، سلم الوالد ولده، وسلم الولد عنقه للذبح، وامسك الوالد بالسكين ليذبح. هنا جاء الفرج من عند الله. لقد نجح ابراهيم في الامتحان، ليس القصد ان يذبح الولد، انما القصد ان يمتثل الامر، انما القصد ان يعرف انه مهما طلب منه فانه منفذ. ولذلك جاء الفرج من السماء وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين. سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. لذلك شرعت الاضحيه في هذا العيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ضحوا فانها سنه ابيكم ابراهيم. كلما ضحينا تذكرنا هذا الحدث العظيم. الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. ثم اعلموا ايها المسلمون ان